من فترة كنت اتكلمت وقلت نادي الزمالك عايز إدارة تكون أهلاوية هي اللي تديره عشان يوصل لمستوى كويس. ناس كتير كلمتنا لا ازاي نادي الزمالك بأولاده والإدارة بتاعته. طيب، طلع شيكابالا امبارح في لقاء صحفي مع إبراهيم فايق وقال حاجات قسما بالله أنا قاعد مبسوط جدا. على قد ما هي وحشة في حق نادي الزمالك، بس قاعد مبسوط لسبب لأن فعلا كان عندي حق. المشاكل والمصايب كلها اللي نادي الزمالك فيها جايه من جواه، من جوه نادي الزمالك، من اولاده، من اداراته. تحس ان اداره نادي الزمالك همها الاول والاخير احنا داخلين نخبط في النادي الاهلي بس، مش هدفنا نركز في حياتنا. عامل بالظبط زي ما يكون اتنين عندهم بيتين جنب بعض، واحد منهم مركز قوي في حياه البيت التاني، انا عايز ادخل جواه البيت ده واشوف بيعمل ايه جوه، وانا مش مركز في تربيه اولادي ولا بيعملوا ايه ولا بينجحوا ازاي ولا بيعملوا ايه في المدارس. ده اللي بيحصل بالظبط. انت مش مركز غير في اداره النادي الاهلي، والاهلي جاب الفلوس دي منين وجاب ده ازاي وعمل ده ازاي. مش مركز في ان انت تقوي نفسك، مش مركز ان انت تظبط مشاريعك عشان تبدا تعمل داخل نادي الزمالك تعرف تصرف منه على الفريق. مش مركز ان انت تحط رولز تمشي الفرقه كلها عليها منتظمه. لكن طول ما انت مركز مع النادي الاهلي انت مش هتنجح. واحده من ضمن اسئله ابراهيم فايق في الحلقه بيقول لشيكابالا انت بنفسكش تدرب؟ قال له نفسي والله يا كابتن، ولو دربت هدرب نادي الزمالك، بس انا عارف ان الحرب والضرب هتجيلي من جوه نادي الزمالك، من الناس بتاعت الزمالك. فشيكابالا اللي اسطوره نادي الزمالك بالنسبه لهم هيحاربوه لو بدا ياخد مكانه في الزمالك. فانت متخيل الناس دي عامله ازاي؟ مصلحه، مصلحه. فانت مشغل لناس همهم الاول والاخير مصلحتهم مش مصلحه الزمالك. فانا متوقع ان طول ما الناس دي موجوده في الزمالك وما تعملهاش استئصال كده من الاداره، اقسم بالله 100 سنه قدام الزمالك ما هيطلع له حس. الزمالك مش هتسمع عنه تاني. ده حتى شيكابالا بيقول له في بطوله افريقيه كانت قريبه يا كابتن وهتاخدوها ومش عارف ايه. شيكابالا بيقول له ازاي يا كابتن هناخد البطوله واحنا اصلا كان في اتنين لعيبه بالليل قبل المباراه بيوم بيشيشوا. ايوه يا كابتن اتنين بيشيشوا. فين؟ فين الإدارة؟ فين النظم؟ فين الرولز؟ فين القواعد؟ فين الرولز القواعد ماشي. فين الناس؟ فين الإدارة في الموضوع ده؟ فين بقى الناس؟ ادي شيكابالا طلع اللي جوه على فكرة، ده جزء كبير ده كده من لسانه. يعني كده شيكابالا اصلا ماسك نفسه. فنتخيل ان شيكابالا طلع اللي جواه او ناس عرفت تطلع كل اللي موجود في الإدارة. هل في حد بقى ياخد موقف ويعرف يعمل حاجة؟ والله برضه خلاص قول اللي عندك. يا باشا اكتر ناس انتقدت شيكابالا الزملكاويه، قالوا له ازاي تقول الكلام ده يا شيكابالا، والله غلط يا، والله زعلان منك. مش يبدا يقول له لا تعالى في ايه بيحصل في الاداره من جوه، في ايه بيحصل في النادي، تعالى نستأصل بقى المرض والمصايب دي كلها اللي جوه النادي. انت عارف يعني احنا اداره الزمالك دي او الزملكاويه ماشيين بمبدأ اللي هو ايه، انا مش مقتنع ان انا مريض، فانا هتعالج ازاي؟ انت فاهمني؟ هم مش مقتنعين ان في مرض صايبهم، فعشان كده مش عايزين ياخدوا العلاج او مش عايزين ياخدوا خطوه نحو العلاج. عشان بس ما حدش يقول ان انا طالع بهاجم الزمالك وبهاجم، انا ما بحبش اهاجم حد. بس الفكره كلها في حاجه، انت فريق مصر، انت عندك في الدوري المصري هناك اهلي زمالك وحاليا بقى بيراميدز. ليه ما يكونش اهلي زمالك بيراميدز اسماعيلي بنك الاهلي سيراميكا انبي اسماعيلي؟ ليه ما يكونش الفرقه دي كلها ظاهره ومره ده يكسب وده يكسب وده؟ واحد يقول لي طب ما الاهلي مسيطر، طب ما الاهلي مسيطر عشان اداره قويه، الاهلي مسيطر عشان بيعرف يجيب حقه، الاهلي مسيطر عشان عنده ناس بتشغل دماغها لمصلحه النادي الاهلي. عشان بس ما اطولش في الكلام، كل الموضوع ان النادي الزمالك مش هنسمع له حس ولا هتقوم لقومه غير لما الناس دي تتشال من مناصبها كده، والزمالك اللي يديره ناس زملكاويه وخايفه على الزمالك بجد، مش بتوع شو، بتوع اعلانات وبتوع تخبيط في الاهلي وبس. ما احنا طول ما احنا ماسكين حته اللي يطلع يخبط في النادي الاهلي ويعمل هو ده حبيبنا، فخلاص انتوا كده مش هتوصلوا للمرحله، مش هتوصلوا لحته اصلا. بس ده كانوا كلمتين كده عايز اقولهم ومحدش يزعل مني. لو وصلت بقى لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وتعمل شير وتعمل اشتراك للقناة عشان هنزل لك اول باول كده ان شاء الله باذن الله معلومات
وتحليل لكل المباريات اللي هتحصل بين اهلي زمالك بيراميدز اي حاجه في الدوري المصري.